وكالة أنباء الشرق الأوسط كنت مقرر إن مفيش حاجة اسمها تصوير فنانين، إلى أن في يوم صديقي الله يرحمه المرحوم وجيه خيري السيناريست الكبير يعني قال لي أنا رايح أصور الفنان نور الشريف ومفيش أي مصورين موجودين في المكان، وأنا اديت للراجل ميعاد ولو ما جيتش معايا هتبقى خناقة بيني وبينك بهزار يعني. فقلت له أنا هاجي بس بشرط ما تقولش إن أنا اللي صورتها عشان ما حدش تاني يطمع فيا ويخلينا أصور يطلب مني أصور له حاجة تاني. رحنا قابلنا الفنان نور الشريف واكتشفت إن إحنا اللي نجوم وهو اللي ضيف علينا، يعني الراجل عاملنا معاملة النجوم الجامدين قوي. فطبعا يعني استصغرت نفسي قوي وزعلت من نفسي قوي إن أنا كنت واخد هذا الموقف من غير ما أتقابل مع أي فنان يعني، واعتبرت ان كل الفنانين احدهم هو نور الشريف، يعني كلهم زي بعض يعني. وطبعا هم كلهم ما شاء الله ناس شديد الاحترام يعني. فالمهم قررت ان انا اتنازل في هذا الموضوع واشيله بقى من دماغي خالص، واستغلطت نفسي ان انا كنت واخد هذا القرار وصورت ناس كتير جدا. كان من ضمنهم مثلا اول موضوع صحفي يتعمل مع الفنانة إلهام شاهين، كانت لسه طالبة في الجامعة، ورحت صورتها على سلالم معهد الفنون المسرحية، وكانت أول موضوع مصور ليها واتنشر على في مجلة الإذاعة والتلفزيون. كانوا بياخدوا شغلهم من وكالة أنباء الشرق الأوسط في هذا الوقت، فكانت حاجة من الحاجات الجميلة. المهم بعد موضوع شاه إيران ده خدوني أشتغل في مؤسسة دار الهلال، واللي اختارني كان زميلنا الأستاذ شوقي مصطفى. يعني كده اتنقلنا للبيت الكبير بقى. رحت بقى البيت العيلة. ايوه بيت العيلة. أما رحت دار الهلال لقيت طبعا مصورين كبار قوي وتقال قوي وأسماء يعني أنا ما طلعش جنبهم حاجة خالص يعني. كان الأستاذ سعيد عبد الحميد والأستاذ منير فريد والأستاذ شوقي مصطفى والأستاذ محمد صبري وأسماء تانية كتير يعني ما تقلش عنهم قيمة وأهمية أبدا يعني. فبقيت أنا ألم وراهم يعني ما بقاليش مكان محدد. كان الحاج زكي عبد التواب كمان هو القائم بشغل الرئاسة كله، وانا كان معايا كارنيه الرئاسه بس ما جرؤش ان انا اروح اصور موضوع كده يعني. لحد اما في مره رحت صورت كان حاجه طلعت اشاعه ان في الغام في قناه السويس، فقالوا لي الحاج زكي هناك مع سياده الرئيس السادات خد طياره هليكوبتر، كان راجل دماغه سابقه كل الدنيا يعني، مش هيصرف فلوس عشان يقول لا مفيش الغام، مش هيقف يقول مفيش الغام. قام رايح على اسرائيل على القدس واتقابل مع الناس وقعد معاهم ورجع بطياره هليكوبتر على بورسعيد، ومن بورسعيد عمل ركاب شعبي لحد هيئه قناه السويس، وخد اليخت المحروسه من بورسعيد للاسماعيليه. اديني الراجل يقول ان في الغام بقى، اتنسف الموضوع من جدره. ففي اليوم ده وصورت سيادة الرئيس السادات رحمة الله عليه الأفلام اللي كانت في شنطتي كلها، لأنه وقف لي على سطح المركب المحروسة واتصورت 30 فيلم وهو بيعمل كل اللي ممكن يتعمل، وبيحيي القوات اللي على شط القناة، وبيحيي الناس اللي كانوا بيحيوه، بيحيي كل الكلام ده وانا شغال تصوير وانا وهو بس اللي على سطح المركب. فطبعا انا مش قادر اتوقف وهو ما توقفش، فازاي انا اكتشفت ان انا مصور 36 فيلم سلايد، وطبعا كانوا من اهم الموضوعات اللي انا عملتها. فاما رجعت طبعا يعني الناس كانوا هياكلوني في دار عشان الافلام. عشان موضوع الافلام ده كلنا عنينا منه. دلوقتي احنا في دار الهلال اشتغلنا سياسه، بعد كده اتنقلنا فن.
طيب إيه أبرز موقف أول فنان تصوّره وأنت بقى في دار الهلال؟ وإيه الموقف مثلًا اللي أكيد قابلك يعني أكيد في موقف حصل؟ تمام. أمّا رُحت دار الهلال بقى، دار الهلال فيها مجلة الكواكب تمام. ومجلة المصوّر، فأول حاجة عملتها وكانت معلّمة أوي، لأ الأول قبليها آآ أنا قعدت بقى مع السادة زملائي المصورين الكبار دول، يعني طبعًا أنا العيّل الصغير اللي في وسطيهم، يعني ناس عصروا قِمَم أم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش وبتاع، يعني يعني أنا ما شُفتش الناس دي يعني. ف اتكلّمت معاهم شوية كده يعني إيه، وصلنا للعدسات. إمم. فباقول لهم العدسات والزوم، قالوا لي: "إيه زوم إيه؟ تعالَ اقعد، تعالَ هنا بقى أنت هتكفر واستغفر الله العظيم من كل ذنب، ما إمم. فيش حاجة اسمها بورتريه يتصوّر بعدسة زوم." إمم. فطبعًا أنا باستغراب شديد جدًا قُلت لهم: "ليه حضرتك هو إيه عيب العدسة الزوم؟" إمم. قال لي: "دي بتعمل soft." طيب وإيه تاني؟ بتلغي الdepth of field، عمق الميدان بتاع الصورة يعني. قُلت له: "آه." يا نهار أسود! في ده يبقى المصوّر حمار لو صوّر يعني soft وdepth of field ما إمم. فيش وبتاع، ده لا، 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 ده كُفر أستغفر الله العظيم من كل ذنب، اللي يعمل كده تتقطع إيديه الاتنين مش إيد واحدة. إمم. نزلت بعديها تاني يوم اشتريت عدسة zoom إمم. وخبّيتها في الشنطة عندي، وكان في الوقت ده كان يعني إيه، كنت ابتديت أكبر شوية في دار الهلال يعني إمم. اسمًا يعني. فرُحت اشتريت العدسة دي، وكان أول موضوع باصوّره كان الفنان عادل إمام. تمام. أنا لمّا روّحت البيت بقى قعدت أفكّر في كلامهم، لقيته كلّه مش في صالح تصوير البورتريه. إمم. طب هي بتعمل soft، طب أنا مش أنا يعني أنا عايز الsharp أوي في إيه؟ ده نُص الناس اللي أنا باصوّرهم مشرّخين إمم. وتجاعيد وفسافيس وحبوب وبتاع، يبقى الناس دي أصلًا مش عايزة الsharp ده خالص. إمم. يعني هو أنا مش باعمل صورة جمالية، أنا باعمل صورة تبقى على غلاف مجلة. إمم. طيب بتلغي عمق الميدان أو الdepth of field، طب إمم. هو أنا محتاج عمق الميدان في إيه؟ إمم. يعني أنا باصوّر واحد عايزه يبقى هو اللي متبروز وظاهر قدّامي كده، طب أنا لأ، دي ميزة، ده أنا عايز أقللها أزوّد لها الsoft بتاعها، فابتديت أخترع الفلاتر. إمم. أجيب شرابات فيليه حريمي وأشدّها على العدسة وأشدّها شدّة جامدة وأشدّها شدّة أقل، لحد أمّا وصلت إن أنا كنت باعمل فلاتر لكل بشرة تقابلني، إمم. الفلتر المناسب لكل بشرة، وبقيت ماشي زي فؤاد المهندس في الشوارع أدوّر في شرابات الستات وشرابِك يا هانم ده يعمل بورتريه، يعني بقيت فعلًا فنانين كتير طلبت منهم الشرابات لأن نوع الفيليه اللي موجود ده أنا ما شُفتوش قبل كده، فآخُد الشراب وأجرّبه وأعمل لحد أمّا بقى عندي حصيلة، بقى معايا شنطة كاميرات وشنطة شرابات، يعني وحققت بده على فكرة نجاح جبار، يعني عملت صور عظيمة جدًا. من أول بقى ما رُحت دار الهلال ابتديت أصوّر فنانين، إمم. لأن خلاص الرياسة مش في كل وقت هاقدر أروح أصوّر، الرياضة ليها ناس بتروح تصوّرها، الكذا، فالفن شوية كان المصوّرين صحيًا إمم. مش متواجدين بشكل دائم. فبقوا يعتمدوا عليّا شوية في إن أنا أصوّر، إمم. وبقى معايا كارنيه دخول التلفزيون، فبقيت أصوّر جوّه التلفزيون. فرُحت أول حاجة صوّرت الفنانة نيلي، إمم. وكانت بتعمل بقى سفينة الفضاء التومبوكة دي، إمم. و وهي شكلها جميل وأدائها جميل والديكور مُبهر، فرُحت مصوّرها 19 صورة، بيصرفوا لي فيلم 21 صورة. إمم. فكنت دايمًا أصوّر 19 صورة بس، وأخلّي صورتين ربما وأنا راجع
يحصل قدامي حاجة تبقى الكاميرا فيها فيلم وأصور بيه. إمم. فصورتها 19 صورة وفوجئت إنهم واخدين هذه الصور غلاف لمجلة الكواكب. فطبعًا كانت حاجة جميلة جدًا. إمم. بعديها بحوالي كام شهر كده لقيتهم واخدين نفس الصور تاني غلاف لمجلة الكواكب. دي حاجة عظيمة طبعًا. جدًا، بس ما عليهاش اسمي، إمم. لأن كان رئيس مجلس الإدارة في هذا الوقت الأستاذ صبري أبو المجد ما بينشرش غير النقابيين. إمم. لكن كان رئيس تحرير مجلة الكواكب إمم. الأستاذ حسن أصر إن أنا أشتغل معاه، وقال لي: "ما تزهقش وأنا هاخلّي اسمك يتنشر." إمم. رُحت صوّرت موضوع بقى مع فرح فوزي إمم. ال الممثلة العالمية، إمم. كانت في الهرم. فكان معايا الأستاذ عبد النور خليل، وده كان من عمالقة الكتابة في الفن في الكتابة في أي حاجة الصراحة. كان راجل كتّيب، يعني راجل طبعًا. بيعمل شغل جبار وما بيكتبش ملاحظات، إمم. بيشوف ويخزّن ويكتب موضوع أنت لا يمكن تتخيّل إنه ما عادش يكتب من بُق اللي هو بيقول. قبله يعني، إمم. لأن كل كلامه كان بيبقى صح أوي. فرح فاوست شافت نفسها في الهرم، راحت جارية وتنط حجر في حجر في حجر في حجر، فبقت فوق وأنا بقى معاها مبسوط إمم. باصوّر بقى من تحت أيوه. بعدسة تيلي وكده يعني. إمم. فأنا شُفتها وكان الكلام ده الساعة 7:00 ص. إمم. الدنيا هو فاضية خالص يعني. فأنا لقيتها لمّا طلعت فوق واتلفتت وراها داخت إمم. وابتدت تتهاوى، إمم. يعني ما بقتش مضبوطة خالص، وابتدى اللي تحت يصرّخوا. إمم. اللي كان موجود معاها تحت فابريجيه تاجر المجوهرات العالمي الجامد أوي، المصمم العالمي جدًا الكبير أوي ده، يعني كان موجود تحت زي العيال الصغيرة بيولول. ومعاها واحد ملياردير مصري اسمه صلاح خرمة برضه هيتجنن والست هتروح وأنا قاعد أصوّر. فجأة اكتشفت إن ما حدش بيطلع لها. إمم. فمعايا زميل مصوّر من الإعلانات، رُحت رامي الكاميرات قُلت له: "خلّي بالك من الكاميرات." ورُحت جاري طالع ومنزّلها. هي أمّا شافتني اتطمنت شوية يعني، فابتديت أنزّلها حجر بحجر لحد أمّا وصلت لتحت شالت ده يعني حاجة بقت يعني إمم. تدخل بعد كده where is my hero وبقى آه. اعتبرتني أنا بطلها أيوه. المفضل وتيجي لي في وسط المصورين وتسلِّم عليّا بحميمية شديدة جدًا وكده. الأستاذ عبد النور خليل كتب الموضوع، وفوجئ إن أستاذ حسن إمم. رئيس التحرير في هذا الوقت، فالأستاذ حسن إمام عمر راح إمم. ناشر الموضوع، وكتب الأستاذ عبد النور خليل في الموضوع إيه بقى: "وصعد إليها زميل المصور عادل مبارز قفزًا وأنقذها وساعدها على الهبوط." إمم. وفوجئ بسيل من الهجوم العنيف من أستاذ صبري أبو المجد: "أنت إزاي تحط اسمه ده مش عضو نقابة؟" إمم. وأنا شُفت أول خناقة بقى في حياتي بيتهزّق فيها رئيس مجلس إدارة، حسن إمام عمر: "حرام عليك يا أخي، أنت كاتم على أنفاس الناس، ما تروح بقى تغور في داهية، ده أنت عملت، ده أنت سوّيت، والواد ده أنا لو صوّر قطة ماشية في الشارع أنا هاحُط عليها اسمي، وابقى ورّيني هتعمل إيه." وأنا رئيس التحرير المسؤول، تاني غلاف لقيت اسمي بالبونت العريض في المجلة. فأنا مش عايز أقول لك بقى على السعادة والفرحة بقى. ابتدى اسمي يتنشر على موضوعات، وكان السبب موضوع الفنانة فرح فوزي وإن أنا أنقذتها من الموت. وبعد بقى الاسم نزل على غلاف مجلة الكواكب بقى ورا بعض. ابتدى بقى يبقى في شغل بقى كتير جدًا، جدًا، جدًا أنا باعمله في دار آآ الأستاذ عبد النور خليل كان بيعمل باب اسمه المصور الفني، إمم. 8 صفحات
في مجلة المصور، بس تقلب المجلة، يعني المجلة كده أنت تقلبها العكس. بالعرض عشان تشوف باب المصور الفني. فأنا رحت، أما بقى الباب ده موجود، رحت صورت الفنانة شادية مم. لأول مرة في حياتي. فدخلت صورت الفنانة شادية، وكانت متوترة ومستعجلة، وأنا صبور جدا مم. جدا يعني. فقبل طبعا وأنا داخل سألت هي الحفلة كانت هتغني في حفلة يوم، هي هتغني النهاردة الساعة كام؟ قالوا لي 9:30. فين؟ طيب في سينما قصر النيل. فهي بيتها قدام باب جنينة الحيوانات، مم. ومن قصر النيل أنا حسبتها كده دي بتاعت 10 دقايق. الحفلة 9:30، فهي خرجت الساعة 8 في قمة التوتر. مم. أنا آسفة جدا، أنا مش هعرف أقف معاك ولا يعني أنا الحفلة. وقلت لها طب مدام شادية، حضرتك الحفلة الساعة 9:30. قلت لها احنا بيننا وبين السينما لا ما لا يزيد عن 10 دقايق أبدا يعني. مم. قالت لي تمام. طب وانت ايه؟ قلت لها تقدري تديني وقت قد ايه قبل ما تروحي الحفلة من غير ما تبقي متوترة؟ قالت لي ربع ساعة. قلت لها طب لو قلت لك انا مش عايز اكتر من 5 دقايق؟ مم. قالت لي هتعمل فيهم ايه؟ قلت لها هتشوفي حضرتك انا هعمل ايه. قالت لي انا معاك. قلت لها 5 دقايق بس تنسي خالص الحفلة وتبقي هادية وتبقي ريلاكس ومش مشدودة. يا شفيق، حد كان ماسك شغلها، امسك الساعة. مم. قلت لها حضرتك خلي الفرير معاكي ما تشيليهوش. هي لابسه فستان ديكولتيه ازرق كده. قلت مم. لها لا خلي الفرير. مم. طيب وهنلعب بالفرير. مم. هنقف في الحته دي. مم. ترك 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 صورتها ال 19 صوره. ال5 دقايق، 3 دقايق. ما زدناش عن ال3 دقايق. آه. فراح بص لشفيق، قال لها ما كملناش 3 دقايق. قالت لي بص، انت اول مره تصورني، مم. فلو التصوير كده هم التانيين كانوا بيعملوا فيا كده ليه؟ آه. كويس. ده هتوعدني لو الصور ما عجبتكش ما تنشرهاش، وانا بكره ملكك. مم. روحت حمضت الافلام، مم. طلعت طبعا سوبر يعني. مم. اخترت الصور واديتها للاستاذ عبد النور، نشرهم في مجله المصور. مم. مصور بتنزل يوم السبت. ايوه. لقيت الاستاذ صبري ابو المجد بيستدعيني يوم الاحد. مم. فنازل بقى طبيعي، كان ايوه. يعني بيكلفني بشغل كتير فنزل له يعني. فدخلت له لقيت مدام شادية قاعدة قدامه. مم. قالت لي انا ما رضيتش اتصل اشكرك، انا لازم كنت اجي لك لحد هنا اشكرك. من احلى الصور اللي اتصورتها في حياتي، وانت شخص مريح جدا. وانا دلوقتي بطلب من الاستاذ صبري ابو المجد ما حدش هيصورني غيرك، سواء لدار الهلال او بره دار الهلال. مم. فانا بستأذن حضرتك مم. على صبري ابو المجد. قال لها يصور لك في اي حته. مم. فدي كانت البدايه اللي سمحت لي ان انا اصور لمطبوعات اخرى، لان بقى معايا تصريح ما دام رسمي. ينفع اصور شادية بره يبقى في ناس كتير تاني ينفع اصورهم بره. وفي دار الهلال بقى برضو رحت اصور لنفس الباب المصور الفني ده، رحت اصور الفنان عادل امام. مم. فخدت برضو العدسة الزوم بتاعتي المكروهة ايوه، مكروه. دائما دي، ورحت قلت له بص، كان اول موضوع هصوره بالعدسة الزوم. مم. قلت له انا بجرب حاجه جديده فعايز. قال لي انت جاي تجرب فيها؟ قلت له يا استاذ عادل يعني. مم. قال لي طيب ماشي جرب يا عم. مم. فعمل الشويتين بتوع الفنان الكوميدي يعني. قلت له لا ممكن جد. مم. انا كنت بقصد ساعتها وانا بقول له جد، مش شايف المستقبل، مم. لكن انا كنت عايزه يثبت علشان اخد احساس من عينه، مم. من يعني عايز ابص جوه عينه كده. فلما بقى جد وعملت الصور الجد دي، استاذ سمير سيف شاف الصور واختار الاستاذ عادل امام انه يعمل فيلم المشبوه جان قدام سعاد حسني، وكان رفضه في دور الضابط اللي عمله الاستاذ فاروق الفيشاوي.
وكان الأستاذ فاروق الفيشاوي هو اللي هيعمل دور حبيب سعاد حسني، إمم. دور الحرامي. فحصلت لخبطة بسبب هذه الصورة، وكانت الصورة نقطة تحول في حياة الفنان عادل إمام، وخلته يعمل باراليل كده أو بشكل متوازي الكوميديا والأدوار الجادة. يعني معنى كده إن كلام حضرتك برضه إن الصورة ممكن تحوّل شخص من مرحلة لمرحلة. طبعا ما احنا لو جينا نحسبها كده، إمم. صورة شاه إيران إمم. حولت دولة من مرحلة لمرحلة، من مرحلة الشهبانو والشاه إلى مرحلة الخميني. ما هم لولا هذه الصورة ما كانش هيعلن إن الخميني هو رئيس الدولة. صورة عادل إمام لولا هذه الصورة ما كانش هيعمل هذا الدور اللي كان مفصلي في حياته، وهو نفسه الفنان عادل إمام قال ده في أكتر من مناسبة، وكان بيذكر صورتي بالاسم. يعني يقول لهم صورة عملها لي الأستاذ عادل مبارز، هو حبيبي الله يديله الصحة ويمتعه دايما بالصحة والعافية يعني. فالصورة طبعا ممكن تبقى مؤثرة جدا. في صورة تانية عملتها للفنانة سماح أنور، الناس كلها واخدين الفنانة سماح أنور إنها إيه، البنت الشقية اللي بتركب موتوسيكلات وتنط من فوق الجبال وتعمل حاجات. أنا خدت منها معاد تصوير ورايح لها أصورها في بيتها، كان في ميدان لبنان. إمم. فرايح بتفتح الباب لقت في إيدي كوافير ومكياج. إمم. فالكوافير قالت لي ايه ده، هو احنا انت جاي بقى تصور بنات بقى والكلام الفارغ ده وبتاع، إمم. وقعدنا نهزر. إمم. بس طبعا يعني بما اني جيت وبما ان معايا الناس، خلت خلاص اللي كسفت يعني، إمم. وعملت بقى طلعناها ليدي. إمم. عملت بعديها ادوار انثويه بقى جميله جدا جدا، وعملت مسرحيه جميله جدا من هذه الصور. فالصور لما تبقى يعني اللي بيصور يبقى فاهم وقاصد هو بيعمل ايه، لا الصور تعمل حاجات وتؤثر وتغير وتعمل كل حاجة. بس المهم اللي بيصور ده يبقى فاهم هو بيعمل ايه. أستاذ عادل، إحنا مبسوطين إن إحنا معاك، بس وعد إن إحنا لينا لقاء تاني عشان نكمّل على الدغري. إحنا مبسوطين إن إحنا معاك. انت تطلب الوعد ده لو انت عندك شك 1 في المليون ان انا مش هبقى معاك، انا لأ، معاك. أنا ما عنديش شَك. إحنا عطّلناك النهارده، وده ميرسي بجد للاستضافة الجميلة. إحنا عشان ما نعطّلكش أكتر من كده، في انتظار الميعاد الجاي عشان نكمّل بقية الحلقات، في مش الوقت حلقة. في الوقت اللي انت تحدده انا معاك ان شاء الله. أشكرك. ربنا يخليك. ميرسي.